أهلا بيكم في الحلقة السادسة من بودكاست ظبط وكلمني. معكم الهوست ماكسز والكو هوست دوحة. النهاردة هنتكلم عن موضوع كنا مأجلينه كذا حلقة كده. معرفش إذا كان الناس كتير تعرف عنه ولا لأ، بس أكيد في ناس بيستخدموه وكده، اللي هو الحاجة اللي هنتكلم عليها اللي هو ريدت. دوحة يعرف عن ريدت أكتر مني، يعني هو بيستخدمه باستمرار، أنا ما بستخدموش. هنتعرف على تاريخه في مصر، أمثلة على السبريدتس اللي موجودة عليه، انتشر إمتى، هكذا يعني. فنبتدي مثلا مع دوحة. أنت بدأت تستخدم ريدت سنة كام؟ انا بدات استخدم ريدت في 2017 لما انت قلت لي عليه. انا ما كنتش عارفه ساعتها، تمام. أنا اللي قلت لك عليه. انت كنت بتتابع بقى ميمز عليه وكده، فقلت لي في هناك ميمز ومش عارف ايه. قلت حلو، اخش اعمل لي عليه اكونت وكده. وكنت لسه بقى ايه متعود على جو الفيسبوك وكده. كنت مسميه باسمي الحقيقي وكده. الاكونت ده مش موجود دلوقتي يعني. بس فممكن تقول 2017 لما اتعرفنا. انت انت صحيح فكرتني. ريدت، يعني بمناسبة 2017، انا متهيألي كنت عرفت عن ريدت ده بسبب بيودي باي كان بيعمل حلقات اسمها ميم ريفيو في الوقت ده يعني. وطبعا كنت يعني بكره الحلقات دي جدا. كانت كان هبوط في مستواه في الفيديوهات من وجهة نظري، لأنه كان كل حلقات يقعد يعمل ريفيو عن ميمز على ريدت وبس. يعني حتى ما اعتقدش ان انا كنت بقول لك على ريدت ده على اساس ان انا حابه. انا مجرد ان انا كنت اعرف عنه بسبب الميم ريفيو يعني اللي كان بيعمله بيودي باي. يا ريت في التعليقات ناس تقول لي لو مين يعرف بيودي باي وكان بيتفرج عليه وكده يعني. المهم انت بدأت تستخدمه 2017. انت بدأت تستخدمه عشان ميمز بس، ولا يعني ايه تجربتك معاه في البداية؟ ميمز بس. كان في سبريد اسمه ار ميمز، وسبريد اسمه ار دانك ميمز. دول كنت بحب يعني اتفرج عليهم وكده. وهو اصلا الدانك ميمز دي كانت حاجة يعني كانت حاجة اصلا موجودة في 2017 لحد 2017. هي موجودة من زمان يعني. لا، اقصد انها حاجة موجودة من زمان يعني. ازاي عاشت المدة دي كلها؟ يعني ايه اصلا دانك؟ يعني ايه اصلا دانك؟ لحد دلوقتي ما اعرفش. هو الدانك يا اسطى، هو ما كانش دانك يعني. هي اسمها دانك ميمز، بس ما ينفعش ان انت الدانك اساسا. ما ينفعش في الفترة دي ان انت الدانك على السوشيال ميديا يعني. لان الدانك ميمز ده ايه؟ ان انت مثلا ممكن تتريق على جريمة إنسانية مثلا. ممكن تتريق على واحد عنده كانسر مثلا. امم طبعا اه ما ينفعش تعمل ده دلوقتي خالص يعني. اه بس دلوقتي آه هي مش اسم على مسمى خالص يعني. انا حسب ما انا جبت المعنى من النت فعلا زي ما انت قلت يعني. ما فيهاش مراعاة لمشاعر الاخرين وكده، بتبقى اوفنسيف او ايا كان يعني. ده معناها. بس المهم يعني، بعيدا نرجع لموضوع ريدت. تقدر تقول يعني انت تفضل ريدت ولا كمثال؟ يعني إيه الميزات اللي موجودة في ريدت عن فيسبوك كمثال؟ الميزات بتاعت موقع ريدت نفسه ان كل سب ريدت بيكون ليه الموضوع الخاص بيه، تمام. يعني مثلا لو عايز تتكلم عن الاكل، عايز تتكلم عن الكوره، عايز تتكلم على نادي معين، عايز تتكلم عن العلوم. كل سب ريدت بيكون ليه الموضوع الخاص بيه. يعني باختصار ريدت عبارة عن موقع آه، عليه سب ريدتس، يعني زي قنوات كده. زي قنوات على تليجرام، كل قناة تحس انها فورums كده. ليها موضوع. فورمز، موضوع معين كل الناس تقدر تشوفه. اللي يظهر طبعا لو كلوزد فلازم تعمل جوين الاول. بمناسبة إن محدش يقدر يتكلم عن موضوع خارج الموضوع الأساسي اللي بيتكلم عنه السبريدت. هل أنت قبل كده لقيت سبريدت فوضوي الناس بتقدر تتكلم فيه على أي حاجة يعني براحتهم؟ في الكسندريا ايجي.
طب اسكندريه مش بيتكلم عن اسكندريه خالص، بيتكلم عن اي حاجه ملهاش علاقه باسكندريه. اه اعرفه. وحسب من اللي انا شفته لما انا اتصفحت السب ريدت ده، آه يعني عليه حاجات كتيرة ان اس اف دبليو. مش لازم صور، يعني كلام كمان، كلام كده خدش الحياة كتير، اللي يتكلم لك على عادته في الماستربيشن، او قفش اخوه وهو بيشم الاندروير بتاعه. حاجات طب حاجات طب عليه. يعني ده فعلا مثال على سبريدت فوضوي. بس لو جينا نتكلم على، يعني قبل ما نخش في موضوع السبريدتس اللي عليه، إيه اللي ما يعني ايه اللي يميز، انت قلت الميزات بتاعت ريدت عن فيسبوك صح؟ في طبعا ان انت بتخش حرفيا اسم مستعار، صوره مستعاره، مش عايز تحط اصلا صوره ليك قشطه، مش عايز تحط الفون نمبر بتاعك برضو قشطه. فلو يعني عايز تقول حاجه انت مش عايز حد يعرف ان انت بتتكلم فيها، فممكن بمنتهى البساطة تعمل لك كده اكونت، تخش ترمي لك بوست كده وتقوم ماسح الاكونت بعدها بقى عادي بمنتهى البساطة يعني. او ممكن تدخل انونيمous دي، تدخل مجهول، تقدر تتصفح حاجات من غير ما، من غير ما تعمل اكونت. من غير ما ريدت تقترح لك سب ريدتس بناء على اللي انت تصفحته. او يعني مفيش سيرش هيستوري. اه، وفي برضه ميزة كمان ان انت ممكن يعني تعيش نفسك جوه جزيرة، ايكو شامبر يعني بمعنى صح. هدي مثال من ارض الواقع. انت انت مثلا دخلت على ار ايجيبت مثلا، اللي هو الصب بتاع مصر اللي هو الكبير، تمام، في بتاع 310 320 حاجه زي كده يعني، تمام. وفجاه لما اتصفحت شويه تمام، قام جالك بقى بعدها اشعار تاني من سبريدت اسمه اكس ايجيبت، فدخلت اكتشفت انه صب للملحدين، وانت مش عايز تشوف الملحدين، بمنتهى البساطه بتعمل له ميوت بس. ممكن اصلا تعمل ميوت للاشعارات كلها اصلا عشان ما يجيلكش اي حاجه. الموضوع حلو يعني. بالنسبة لي استخدام ريدت مجرد يعني ده برضو يعني اقترحوا الناس تانية ان هم، ان الواحد لما بيجي اي سؤال على باله يفتح جوجل مثلا، يكتب السؤال ويكتب جنبها ريدت، هتلاقي 100% ريدت، سب ريدت موجود سأل نفس السؤال اللي في بالك وناس كتير مجاوبين. و15 سنه. اه يعني وممكن تلاقي حاجات جديدة كمان يعني، وتلاقي ناس مجاوبين على السؤال اللي في بالك. طبعا ما اعتقدش ان الناس كتير هتستخدمه في الزمن ده بالذات بعد ظهور شات جي بي تي وكده. يعني اغلب الناس دلوقتي تلاقيهم يسألوا شات جي بي تي. بس انت لو عايز بني ادمين يردوا على اسئلتك، يعني زهقت من الروبوتس، فيعني ريدت مكان رقم واحد يعني ان انت تسأل الاسئلة دي. يعني خلينا نخش برضه على النقطة اللي بعدها، اللي هي يعني بمناسبة السبريدتس، ايه السبريدتس الرائجة في مصر، يعني أشهرهم؟ ولحد 2020 ما كانش فيه الا ار ايجيبت بس. فلما المصريين بدأوا بقى يعرفوه كده بعد الكورونا وكده، لما كانت الناس قاعدة في البيت وكده مش لاقيين حاجة يعملوها فعرفوه كده، تمام. بقى في دلوقتي بقى سبريدتس رائجة من بعد 2020. ار الكسندريا ايجي، ار كايرو، ار الهيجانين، ار ايجي فودز، ار ايجيبت ارت، ار ريدت مصر. يعني ريدت عليه حاجات مفيدة وحاجات غريبة. يعني انت مهما كانت شخصيتك ايه هتلاقي عليه المجتمع اللي يتوافق معاك، ومش بعيد تتعرف عليه على الناس. المهم، بما انك انت متابع التاريخ بتاع ريدت، مفيش اي عداوات حصلت ما بين السب ريدتس اللي على ريدت؟ يعني ادينا مثال على خناقة ما بين سب ريدتس مع بعض. تمام. هو انا انا مش متابع يعني اركس ايجيبت، بس ساعات بتلاقي كده ايه بوست واحد، تمام، واحد كده منزل بوست يقول لك انا خدت بان من على ار كايرو، هم ادوني بان ليه؟
ده انا بس قلت رأي سلبي في الدين وكده، رغم ان هو عارف ان اول قانون عندهم بيقول ممنوع ازدراء الدين، فاهمني؟ تمام. واحد برضو في كايرو ينزل برضو بص يقول لك انا خدت بان من اكس ايجيبت عشان دخلت هددتهم وشتمتهم، فاهم؟ رغم ان اصلا يعني ميزه حلوه اهو، يعني ميزه ان انت يعني ممكن تعمل اهو ميوت لحد، فاهم؟ إيه اللي يخليك بقى تخش بقى في صب تاني، تمام، وتحاول تجر بقى ده ومش عارف ايه، يعني ناس فاضيه يعني، عايزين يدوروا على شغلانه. يلمسوا يلمسوا الحشائش اه، العشب عشان بالظبط. يرجعوا للواقع تاني. بالظبط. تجربتي يعني كمثال، أنا بستخدم يوتيوب عشان أتفرج على فيديوهات. لما باجي أنزل في التعليقات ألاقي يعني حد يقول تعليق بعدها تدوس على الكومنتس اللي على الكومنت، يعني كل ما تنزل تلاقي الخناقة عمالة تعلى 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 تعلى. لكن عن تجربتي حسب ما دخلت على ريدت ما حصلتش ولا مرة إن أنا لقيت ناس بيتخانقوا في التعليقات. يعني متهيألي المودريتورز بيحذفوا الحاجات دي وبيتابعوا بيمنعوا بيحدوا منها إنها تحصل أصلا. أنت تقدر تقول إن ده اللي بيحصل ولا؟ على حسب انت شايف يعني ايه خناقه اصلا، الناس مثلا يخشوا يشتموا في بعض مثلا، ولا ان هما يتجادلوا ولا انا مختلف معاك ولا انا شايف كذا وانت شايف كذا؟ هو اللي انا اقصده زي اللي بيحصل في اليوتيوب ده اللي هو ايه، يعني حد يقول رأيه وبعد التاني يقول له انت ما اعرفش ما عندكش مخ. فالتاني تلاقي واحد ايوه تالت ماشي، يخش الكلام كده. الكلام ده موجود يعني في ريدت مصر كله اصلا، وانا غالبا ما اعرفش. خاصه في السبريدتس اللي هي الكبيره امم زي ار ايجيبت، الكسندريا ايجيبت ده بالذات اصلا ما فيهوش مصدر اساسا، فيه بس هم مش مهتمين، هم امم راضيين بالوضع ده. هو بص، هو السبريدت اللي جذب انتباهي اللي هو اول هاي جانين، ماشي. انا مش عايز انطق الاسم بتاعه بالظبط. احكي لي عن السبريدت ده ده اللي جذب انتباهي. هو الاسم طبعا يعني هزار، ما كانش المقصود منه دي، اللي عاملاه اصلا بنت، تمام، بس هي اللي كانت عاملاه عشان يعني نشر للثقافة الجنسية وتوعية وكده يعني، بس يعني الموضوع قلب بقى بشط اللي هم الناس داخلة تشقط وكده. آه، ماشي، يعني هو اتعمل بعدها اه قلب يعني شط. انا اعرف واحد صاحبي وهو يعرف برضو اتنين صحابه دخلوا شقط. لقوا ناس اوبن مايندد على الموقع وكده فعرفوا يعني. اه اوبن. طب قول يا دوحة، ايه اكتر سبريدت انت متابعه وبتحبه وتقترحه لحد مستجد عايز يستخدم ريدت لأول مرة يخليه يتعلق بالموقع؟ هو بص، هو انا ممكن اقول لك مفيش سبريدت مثالي خالص يعني. في مثلا ايجي فودز ده لو يعني الاكل وكده، وفي ار ايجيبت وار ريدت مصر، يعني أنا بالنسبه لي دول اكتر اربع سبريدتس كويسين في ريدت يعني بتاع مصر. هو حسب ما انا دخلت على ايجي فودز دلوقتي، واحد حاطط صورة صباع محشي كرومب وبيقول الغدا ايه النهارده يا ولاد. اول تعليق بيقول له الحلة دي مثالية بزيادة. ده قال له لازم اراعي التصميم الهندسي برضه حتى في الاكل. ازاي تقول انك مهندس من غير ما تقول حقيقي؟ انت اللي عاملها ولا مامتك؟ لا انا عايش لوحدي. ده بس بصراحة جامد. انا مش فاهم، انا شايف ان شكل الطبق المحشي ده انا ما بحبش محشي الكرنب اصلا. باصص على المنظر بقول إيه اللي يعجب حد في الشكل المقرف ده. هو المحشي حلو، بس انا بحب محشي ورق عنب اكتر يعني. اه انا بحب محشي بتنجان، بس انا يعني محشي كرنب ده ما بطيقوش. المهم ايجي فودز لو انت عايز ترضي غرورك ادخل عليه وانشر صورة كوباية الشاي اللي انت عملتها. طب يعني انت قلت في سب ريدت اسمه ار ايجيبت وار ريدت مصر، يعني
ايه الفرق ما بين الاتنين؟ يعني هل دول مثلا فلاحين والتانيين دول ناس open minded، ولا ايه؟ يعني ايه ايجيبت ومصر؟ يعني ايه الفرق؟ بص ايجيبت في بتاع 310، هو اكبر سبريدت على مستوى مصر كلها. التاني باين معرفش فيه كام، خش كده دور معلش. 27,000 حسب ما انا شايف قدامي. اه ماشي، فده صغير. كمان ار ايجيبت مليان اخوان كتير قوي. الريدت في مصر مش بيحبوا الاخوان خالص، وبيقعدوا ينزلوا بوستات كتيرة، وبيقعدوا يجيبوا الحاجات يعني القديمة بتاعتهم وكده. وفي بقى ايه كميتة كتير، وفي قوميين، وفي كله يعني مخلط تمام. بس الفرق ان هم بيكرهوا الاخوان جامد يعني. في اخوان برضو على ريدت مصر، بس مش كتير قوي، مش زي على ار ايجيبت. يعني مثلا تعالى مثلا في شهر ستة وأول شهر سبعة كده، هتلاقي بكائيات عشان الإخوان. يعني هتلاقي في ار ايجيبت قاعدين يعيطوا بقى عليهم كده. وكمان في برضو حاجة أنا خدت بالي منها، إن الناس في ار ريدت مصر مؤدبة. من النادر لما تلاقي حد هناك بيشتم حد مثلا أو كده، على ريدت مصر. عكس ار ايجيبت. اه يعني ايجيبت بيكون مليان بقى خناقات كتيره، والناس بيقعدوا يشتموا بعض بالاهل وكده. انا بحس ان الناس على ار ريدت مصر مؤدبه اكتر. مش عارف ازاي، يعني ازاي يكون في سب ريدت او يكون في جروب او كده، يكون في ناس مؤدبه يعني انا ساعات بحس ان المودز هناك ممكن يكونوا عامل لهم رعب او كده. يعني مثلا، يعني انا بص لو جينا نخش كده على في بوست اتثبت عندهم، بيقولوا فيه ان هم هيدوا بان 10 ايام، او لو قرروها تاني هيدوا بان للابد وكده. فممكن يكون ده السبب يعني. انت تقدر تقول ان مثلا المجتمع اللي على ار ايجيبت بيتخانقوا عشان هم متنوعين، يعني من كافة الفئات، ومثلا ردة مصر ده ممكن يكون مش مجمع كافة الفئات؟ ولا انت شايف ان الاتنين عادي فيهم تنوع؟ الاتنين مجمعين كله وكل حاجه، بس امم هو الفكره ان زي ما انا ما قلت ممكن لك، المادز. المودز ممكن يكونوا مهتمين بيه اكتر عشان هو سبريدت يعني صغير امم وكده، فسهل ان انت تسيطر عليه. التاني كبر منهم جامد يعني. انا لاحظت حاجة وانا ببص على المودريتورز بتاعت ريدت مصر. الطبقات بتاعتهم مسميانا أمن مركزي وأمن وطني ومرشد. يعني الطبقات الغريبة دي. وانا بقول لك تحسهم عاملين رعب، فاهم؟ ضباط بقى امن مركزي. أنا افتكرت الليفل بتاع الهيومور ده موجود بره، بس يعني موجود في مصر كمان. يعني ار ايجيبت مثلا، المودريتورز بتاعتها مش حاطين فيها الرانكس اللي محطوطة في ريدت مصر يعني. ما فيش، لكن ريدت مصر ده تحس ان هو ناس رايقة. ما اعرفش. المهم يعني، انا شايف ان حلقة الريدت تخلص على كده، صح؟ اه آه، ختاما على موضوع ريدت ده، انا شايف ان احنا يعني اتكلمنا في حاجات معقولة عنه، يعني لو محدش يعرف عنه آه، يقول في التعليقات. ولو حد يعرفه بيستخدمه يقول لنا ايه السبريدز اللي بيستخدمها عليه. شكرا لمشاهدتكم عايز الحلقة. برضه اقول قبل شكرا، مم. احنا برضه قدام هيبقى نعمل لنا كده كام حلقة برضه على السبريدتس بقى نفسها. يعني ايه، هنمسك صب مش كل السبريدتس طبعا، لان في سبريدتس ما ينفعش نتكلم عنها يعني. مش عارف بقى اه، ممكن نتكلم على الصب الهيجانين ده ولا لأ. فهنشوف يعني. ده اكتر صب عايز اتكلم عنه حقيقة. يعني اكيد عليه حاجات. هتبقى الحلقة زي 18. اه، هيبقى عليه حاجات كتيرة الواحد ممكن يتعلمها.
المهم، شكرا لكل واحد اتفرج على الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتعليق، تقولوا ايه رأيكم في حلقاتنا لحد دلوقتي. وبس يعني، باي باي.